هو لما حد يوحشك بس للأسف ما بقاش ينفع تتكلموا مع بعض تاني، المفروض تعمل ايه؟ تعال اقولك، انت هتقعد في مكان هادي وهتفصل دماغك حتى لو 10 دقايق عن العالم كله، وتشغل ميوزك حلوة انت بتحبها وبتديلك استرخاء وراحة. المطلوب منك انك تفتكر كل الذكريات الجميلة الإيجابية اللي كانت بتجمعك بيه، كلامه معاك، هزاره، ضحكه، عتابه، غلاسته، رخامته، خوفه، غيرته، نكده، كل حاجة. وتتخيل في العشر دقايق دول وكأن علاقتكم بتتعرض كأنها فيلم قصير، وأثناء كل ده عايزك تتخيل وكأنك بتعيش فعلا المشاعر دي من أول وجديد. افضل على الحالة دي لحد ما تلاقي نفسك خلاص بقى عندك شعور إيجابي. احنا هنا بقى ملناش دعوة سواء كانت المشاعر دي هتوصل له ولا لأ، هيستقبلها ولا مش هيستقبلها. المهم دلوقتي ان الموضوع متعلق بيك، ان انت اولا طلعت وفرغت كل المشاعر الإيجابية اللي كانت مختزنة ومحبوسة جواك، فهتحس ان انت مبقاش عندك عبء المشاعر دي جواك. تاني حاجة ان انت برمجت عقلك الباطن، وهقولك ازاي. انت كنت منزعج ان الشخص ده مش موجود، وده علشان عقلك الباطن اتعود بالتكرار على وجود الشخص ده، فبالتالي عدم وجوده هيخلي عقلك الباطن يخلق جواك الاحتياج الشديد ليه، وعقلك الباطن مش بيفرق بين الحقيقة والخيال. فانت لما هتقعد 10 دقايق دول وتتخيل وكأنك بتعيش المشاعر من اول وجديد، عقلك هيصدق، فمش هتلاقي بعدها نفس المشاعر المزعجة ان انت محتاج الشخص ده تاني. هو طبعا بعدها هيفضل يوحشك، بس انت دلوقتي ضمنت انه مش هيوحشك بطريقة تأذيك، وبس كده.